فاضي شويه نشرب شاي في حته بعيده. اهي اللمبه دي او العلامه اللي قدامك دي عمر ده ما كان معناها ابدا. واللمبه دي لو نورت وانت سايق ده معناه ان انت لازم تقف فورا. للاسف ناس كتير بتطنشها، مع ان دي انذار وانذار خطير جدا. لان ده معناه ان ضغط الزيت بدا يقل عن الطبيعي جوه موتور عربيتك. وخليك عارف ان انت لو كملت سواقه واللمبه دي منوره انت كده للاسف بتبوظ الموتور. وكمان انت كده هتخش في خسائر كبيره انت في غنى عنها خالص. طب الحل ايه؟ وخليني افترض ان انت كنت سايق ولقيتها فعلا نورت معاك. هتقوم عامل ايه؟ هتقوم راكن على جنب كده وهتسيب العربيه تبرد خالص. ولما العربيه تبرد ابتدي يقيس مستوى الزيت. والله لقيت ان هو ناقص زوده، وابتدي امشي كده وشوف اللمبه هتطفي ولا ايه. طيب زودت ولسه اللمبه منوره ومش عايز يروح، هتقوم برضو راكن على جنب وتقوم مكلم كده اقرب ونش او كساحه ليك، هو اللي هيجي ياخدك يوديك لحد الميكانيكي. ما تمشيش بالعربيه وهي كده. مره تانية بفكرك مفيش هزار مع لمبه الزيت، لان تجاهلها ممكن يكلفك تغيير موتور كامل لا قدر الله. وبفكرك ان انت لو عايز معلومات سريعه تعلمك ازاي تحافظ على عربيتك وعلى محفظتك، ما تنساش ان انت تعمل لي سبسكرايب وتعمل لايك وشير علشان تلاقي كل مفيد على كاركور.